مارس 2017 من أهم التواريخ في مدينة شرم الشيخ. مسجد الصحابة في شرم الشيخ تم إنشاؤه ووضع حجر الأساس في يناير 2011 وافتتحوه في مارس 2017. أنشئ تحديداً في منطقة السوق التجاري القديم. المسجد قام على مساحة 3000 متر، يشمل مأذنتين وعدد كبير من الأوبب، كمان بيستوعب أكتر من 3000 مصلي. المسجد مبني على الطراز الإسلامي، كمان بيطل على البحر في مدخل مدينة شرم الشيخ، خلفه كمان جبل. بيضم مركز ثقافي إسلامي عالمي ومكتبة دينية ثقافية بكل اللغات. مش بس كده، هتلاقوا جوه المسجد والمركز إمام بيتحدث باللغة الإنجليزية وكمان الفرنسية. تعمل في المسجد كمان دروس أسبوعية متنوعة وندوات وأمسيات دينية ومكاتب تحفيظ قرآن كريم كمان، ده غير فصول محو الأمية. المسجد بيجيله سياح كتير من مختلف الجنسيات، سواء مبهورين بالطراز الإسلامي أو عندهم تساؤلات حول الدين الإسلامي. دور الأئمة في المسجد إن هم يوضحوا لهم كل حاجة. شرم الشيخ المدينة اللي فازت بجائزة أفضل مدن السلام في العالم من منظمة اليونسكو بين 400 مدينة عالمية. مدينة اتبنت سنة 1968 واتطورت بشكل سريع عشان تكون من أشهر المدن السياحية في سيناء والعالم كله، وتعتبر واحدة من أجمل 4 مدن في العالم طبقا لتصنيف الBBC لعام 2005. ورمضان كريم عليكم.